السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أسوي المحشي البصل أو الدولمة بالبصل والسلق بطريقة شوية مختلفة. يعني احنا متعودين على الدولمة تكون حمراء معجون طماطة، بس اليوم راح أسويها خضراء بالشبنت. راح أحتاج كوبين تمن بسمتي مغسول كل زين ومنقوع، وراح أحتاج باكتين شبنت مثرومة ثرم كلش ناعم. ايضا راح احتاج كرفس معدنوس وباقة نعناع، اخذت بس الاوراق مالتها، ثوم مهروس وفلفل اسود، كاري وكركم وبهار دولمة وملح. وايضا راح احتاج عصير 3 ليمونات، واكيد البصل. ايضا راح احتاج 3/4 الكوب من الزيت. راح اسوي اليوم الدولمة بالزيت بدون استخدام اللحوم. راح اخلي البهارات والملح، طبعا البهارات حسب الرغبة وحسب الكمية اللي انتو تحبوها. راح اخلي الثوم ايضا فوق التمن، والتمن اختياري، اما تقدرون تستخدمون تمن العنبر او البسمتي. اليوم انا راح استخدم البسمتي. هسه راح انزل الشبنت، وايضا راح اخلي الخضرة الكرفس والمعدنوس، بس النعناع راح احتفظ به بالاخير، اريد اخليه اوراق عدلة ما ثرمت النعناع، راح ينطينا نكهة كلش طيبة للدولمة، فراح اخليه بالاخير اضيفه. هسه ضفت الليمون، انا عندي 3 ليمونات كبار عصرتهم. تقدرون تخلون دبس الرمان، بس ما ضفت دبس الرمان لان راح يغير من لون الدولمة، انا اريدها تصير خضرة. هسه كملت خلط، شوفوا لون الحشوة شقد حلو، لونها اخضر. اللي يحبون طعم الشبنت راح يحبون هذه الدولمة. حموضتها كلش طيبة وطعمها ايضا كلش طيب. سويت اسفل الجدر خليت اعواد السلق، بما ان السلق اخضر وهي دولمتنا خضرة فراح يصير لونها حلو. هسه راح ابدي احشي البصل كله بالحشوة. كملت كمية البصل، هنا أنا عندي السلق همينة راح أحشيه وأخليه فوق البصل. هسه كملت، حشيت البصل وحشيت كل كمية السلق. راح اخلي اوراق النعناع بهالشكل، راح ينطيها طعم كلش طيب وريحة ايضا طيبة للدولمة. هنا أنا عندي هذا السائل اللي بقى من الحشوة، هذا كل المونة بيه وكل الطعم الطيب موجود بهذا السائل. راح اصبه فوق الدولمة، وراح اغطي الجدر بصحن. راح اخلي الدولمة على نار عالية لمدة 10 دقائق، بعدها راح انص النار واصب تقريبا كوب واحد من المي فوق الدولمة. طبعا ما راح اخلي هواية مي لان الحشوة بيها مي والخضروات هم راح تنزل المي مالتها. هسه بعد ما صبيت المي نصيت النار على أنصشي، وراح أترك الدولمة تستوي على راحتها لمدة ساعة تقريبا. بعدها نشوف شكلها من تستوي. شوفوا هسه أنا دا أدوس على غطا، المي هالمستوى دا يوصل، يعني المي فشي كلش قليل حطيت لها، ما أريدها تنمرد، أريدها تبقى محافظة على شكلها. وهذا هو شكل دولمتنا اللذيذة بعد ما قلبتها بالصحن. طبعا الإضاءة ما تساعد، بس هي لونها كلش حلو، لونها أخضر وريحتها تجنن، ريحة الشبنت والحموضة فتشي كلش طيب. طبعا إذا تحبون تضيفون اللحم بعدها تبقى حسب الرغبة، تقدرون تضيفون ضلوع بجانب الجدر، بعد راح تصير أطيب. بس اليوم حبيت أسويها بالزيت لأن احنا بالبيت كنا نحب الدولمة تكون هالشكل. أتمنى تسوون لايك للوصفة، ومع ألف سلامة.